بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله العظيم الزمالك بيقدم ضحك، وفي مشلاك اللي جايبينه ده شكله مش من بولندا، ده شكله من فاقوس من عندنا من الشرقية. شكله من فاقوس مش من عندنا من الشرقية. ده مستحيل يكون لاعب بولندي ده. ده مستحيل. وهو لو في الخير كان احد السعودي سابه. ده فضيحة. ده فضيحة. اقسم بالله. اقسم بالله تاني. اللي جاب صفقات الزمالك ده في الميركاتو الصيفي ولا الشتوي، اقسم بالله المفروض يتجلد. يتجلد في ميدان عام. يتجلد. دي مش صفقات. دي صفعات. دي اسمها صفعات. المصري، لا المصري يستاهل. يستاهل لحد دلوقتي لسه شويه في الماتش لحد دلوقتي فايز 1-0. لا يستاهل يفوز 1 و2 كمان. لا 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 لا. والحكام مفيش اخطاء ولا حاجه. لحد دلوقتي الدنيا ماشيه تمام عشان الزمالك ما يقولش. اصل جمهور الزمالك يقول لك ايه، اصل احنا اتظلمنا والحكم مفيش لحد دلوقتي مفيش. لا في شك في ضربة جزاء ولا حتى فاول، ولا هم عارفين يلعبوا اصلا. يعني المصري متسيد اللقاء بالطول وبالعرض، ومش لاك اللي الزمالك جايبه ده. لا 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 لا، يعني ناصر منسي بصراحه مجتهد. يعني انا شايفه لاعب مجتهد بيعافر على كل كوره بروح وبيعمل، انما مش لاك ده. ناصر ماهر جاب له، عمل له ثرو في الشوط الاول دوا بقول له خد هات جول. مش لاك اتخض اول ما شاف الكوره. لا 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 لا، ده مجلس فاشل يا جماعه. نرجو الناس تعمل اللايك وتشترك في القناه. اعمل اللايك واشترك في القناه، الموضوع مش هياخد منك ثانيه. وصلي على حبيبك محمد. لا 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 لا، مجلس إدارة نادي الزمالك قسما بربي أفشل مجلس جه في تاريخ نادي الزمالك. المجلس الحالي أفشل مجلس جه في تاريخ نادي الزمالك. ده جايب صفقات ما اعرفش جايبها منين، من الباجور ولا منين. يقول لك مع احترامنا لاهلنا في الباجور يعني، واحترامنا لاهلنا في فاقوس يعني بلدياتي بلدي في الشرقيه. انما دي مش صفقات. دي اسمها صفعات. صفعات. علي ماهر النهارده ممكن يجيب التاني والتالت. لا 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 لا، والمصري مضيع. وعواد، ايه يا عواد اللي بتعمله ده؟ عواد بيقدم ضحك يا جدعان. وسبرنت شيكابالا، شيكابالا من سبرنت واحد عمله جاله شد وطلع. يا جماعه خلاص. خلاص. شيكابالا لعيب كبير وتاريخ واسطوره الزمالك وكل حاجه، لكن خلاص كل وقت وليه اذان. خلاص ما عادش. شيكابالا اللي كان بياخد الملعب بالطول وبالعرض ورايح وجاي، ايه فرصه شقيه، رهوان. ده سبرنت واحد طلعه بره من الدقيقه 30. سبرنت. شيكابالا اعتزال. في اكتر من 7 8 لعيبه والله. والله ما يستاهلوا يعدوا من قدام سور نادي الزمالك. يعدوا من قدام السور، يمشوا من جنب السور، مش يلعبوا في نادي الزمالك ويلبسوا تيشيرت الزمالك. لا. واحمد سليمان ده وحسين لبيب ده مهلبيه. طلعوا مهلبيه خالص. مهلبيه زلابيه مالهمش. لا لا لا، مجلس ضعيف. مجلس فاشل. صفقاته فاشله بصراحه. يعني كان الله في عون جمهور الزمالك من اللي بيعملوا المجلس ده فيهم. بصراحه كلمه حق تقولها. كان الله في عون جمهور الزمالك من حتى الماتش النهارده. لو الزمالك اتعادل في الحبه الباقيين او فاز حتى، لكن مجلس اداره الزمالك ما زلت مصمم. اصل اهو صفقات هي بتتكلم عن نفسها. مش دي صفقات لسه جايبينها في الميركاتو الصيفي الا من شهرين ولا من شهر اهو. فين مشلاك؟ محمد حمدي، عمر فرج، مين تاني؟ بنتايج الوحيد. بنتايج الوحيد. سيدي نضاي اللي جابوه ده وجيفرسون كوستا كله بلح بلح بلح. واخطاء ما فيش لحد دلوقتي. الدنيا تمام. يعني لا المصري اتظلم في اخطاء حكام ولا الزمالك اتظلم في اخطاء تحكيم لحد دلوقتي. ماتش ماشي زي الفل. ماتش ماشي زي الماتش باهت اصلا. باهت. ماتش كله في نص الملعب. معركه في نص الملعب. انما الفرص قليله جدا.
الزمالك مش موجود. هي كوره ناصر ماهر اللي لعبها ثرو لمشلاك البولندي مشلاك. شوربه شوربه شوربه. ده ملخص ماتش الزمالك والمصري، اللي المصري فاز فيه لحد دلوقتي 1-0 بهدف جابه محمد الشامي في الشوط الاول في الوقت بدل الضايع، من تمريرة ساحرة من صلاح محسن لمحمد الشامي في الجول. فضيحة بين عواد وعمر جابر، اعتمدوا على بعض ومحمد الشامي حطها في المرمى الخيالي تماما. وانصح شيكابالا كفاية. اسطورة حازم امام الكبير الامبراطور الثعلب الصغير زي ما بيقولوا، جمهور الزمالك في 2008 قال له كفاية يا حازم، راح معتزل. فبدل ما يقولوها لك يا شيكابالا كفايه يا شيكابالا والجمهور يهاجمك، انت من نفسك خلاص. انت سبرنت واحد النهارده طلعك من الدقيقه 30. خلاص يا جماعه، يعني شيكابالا لا لا، شيكابالا احسن له يعتزل عشان تاريخه. ده وجهه نظري. يعتزل ما يعتزلش، يلعب لحتى 50 سنه ربنا يديه طول العمر وحر، لكن ده وجهه نظري. الاعتزال المفروض كان بعد ماتش السوبر الافريقي او السوبر المصري. شيكابالا كان يعلن اعتزاله لو هو ذكي يعني والقرار ده كان يبقى موفق فيه. كان يعتزل بعد ماتش السوبر الافريقي اللي كان في السعوديه، بعد ما الزمالك فاز على الاهلي في السوبر الافريقي كان اعلن اعتزاله خلاص. انما كده شيكابالا. تعالى للنادي الاهلي، هجمه ناصر منسي، والله مجتهد، والله ناصر منسي ده مجتهد، انا متعاطف معاه والله، مجتهد والله. تعالى للنادي الاهلي. النادي الاهلي امبارح تعادل مع الاتحاد السكندري. كولر قال لك في عقوبه لامام عاشور علشان البصق والكلام ده. الكلام ده ما حصلش، ولا الاهلي عاقب امام عاشور، ولا محمد رمضان مدير الكرة خد ضد امام عاشور اي قرارات. خليك معايا بقى وركز قوي الدقيقتين دول، الدقيقتين اللي جايين دول بس. اخبار ساره جدا للاهلاويه. خليك معايا الدقيقتين دول بس. الاهلي بينتفض ويخلص صفقتين مدويتين او ناريتين او كبرى، صفقتين كبار. مهاجم افتكر الاسم ده، افتكر مهاجم وجناح. بيرسي تاو هيرحل عن النادي الاهلي. كولر مركز على المهاجم الاجنبي جدا. الاهلي بيخلص في مهاجم اوروبي بمواصفات افريقي بمواصفات اوروبيه، تاني بمواصفات اوروبيه، عنده 25 سنه، دولي في منتخب بلاده، مهاجم سفاح. وصفقة تانية هتبقى زلزال للزمالك. شوف مشلاك يا خرابي يا جماعة. لا مش لعيب ده، مش لعيب. هو مركز معايا في الدقيقة اللي باقية دي، في الثواني اللي باقية دي. سلام على دونجا، يا سلام على دونجا. حنكشة دونجا حنكشة. فالاهلي مركز جدا مع صفقة مهاجم. قلت لك محمد علي بن رمضان على مسؤوليتي، خدها مني، في الاهلي في يناير. محمد اسماعيل مدافع الزد في الاهلي في يناير. محمد افتكر الاسم ده بنقوله والناس كلها بتاخد عننا بعدينا بيومين وبثلاثه. محمد اسماعيل
افتكر في الاهلي في يناير. والفرصه الشقيه، الفرصه الشقيه حبه الكريز في صدمه مضويه للزمالك، هتلبس تيشيرت الاهلي في يناير. اكيد عرفتوا. السلام عليكم.